السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية. حالة من الغضب والاستهجان تسود الشارع المغربي بعد انتشار مقطع فيديو يظهر شخصا يقوم بسلب صندوق تبرعات بأحد المساجد في الدار البيضاء وسط غياب تام لرواد المسجد. أظهرت كاميرات المراقبة المثبتة داخل المسجد تفاصيل الواقعة بدقة، حيث يظهر شخص في مقتبل العمر يرتدي ملابس رياضية وهو يتسلل إلى داخل المسجد في وقت يبدو فيه هادئا وخاليا من المصلين. ويظهر السارق وهو يقترب من صندوق التبرعات الموضوع في زاوية المسجد، وبسرعة خاطفة يقوم بحمله والتوجه نحو المخرج دون أن يلتفت خلفه، مما يثير تساؤلات حول غياب الأمن والحراسة داخل بيوت الله. هذه الواقعة التي لاقت تنديدا واسعا من طرف المواطنين والهيئات الدينية تسلط الضوء مرة أخرى على ضرورة تعزيز الأمن داخل المساجد وحمايتها من مثل هذه الاعتداءات التي تمس بحرمة الأماكن المقدسة. وقد طالب العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحديد هوية السارق وتقديمه للعدالة وتوقيع أشد العقوبات عليه ليكون عبرة لغيره، وللحفاظ على أموال التبرعات التي تخصص لمساعدة المحتاجين وإعمار المساجد. وفي انتظار مستجدات هذه القضية، نتمنى أن تتخذ السلطات المعنية الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة بيوت الله وحماية أموال التبرعات التي تخصص للأعمال الخيرية. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في نشراتنا الإخبارية القادمة.